النهارده بقى هنعمل معاكم كوب كيك اقتصادي، حاجه مفيش بعد كده. قبل اي حاجه حط لي لايك، وبجد انا بشكر الناس اللي هي بتدعمني والله من كل مكان، بشكرهم جدا وبدعي لهم ربنا يكبر بخاطرهم زي ما هم بيكبروا بخاطري ويفرحوني. قبل اي حاجه كده معلش ممكن تحط لايك وتكتبوا لي كومنت حلو. احنا هنعمل معاكم كوب كيك بقى اقتصادي، سهل جدا ورخيص خالص ومش هيكلفنا كتير في الايام الغلا السوداء اللي احنا فيها دي. المهم ايه، هنهون عليكم ومش هقول بقى ان هي ايام سودة، ان شاء الله ايام حلوه. واهم حاجه البركه، ان ربنا يبقى مبارك لنا في الحاجه وكده. اول حاجه انا معايا كوبايه سمنه، حطيت عليها نص كوبايه سكر. السمنه تكون سايحه بدرجه حراره المطبخ زي ما انتوا شفتوا انا عملت ايه. وبضايه واحده بس. تمام كده. بعد كده بدأت ان انا ادوب البيض، ونزلت بالبتاع دوت بعصير البرتقال. كوب كيك دوت اللي احنا عاملينه بالبرتقال، تمام، بعصير البرتقال مش عايزه اقول لكم تحفه. هتعصريه وهتحطي معاه قشره برتقال، بس تكوني غسلاه طبعا منضفاه، تخليه مع العصير كده عشان بيدي لها نكهه وريحه حلوه. احنا ما حطيناش فانيليا ليه؟ علشان خاطر طبعا احنا حاطين عصير برتقال يبقى ما فيش فانيليا. الكوب كيك دوت كوب كيك برتقال حاجه كده مش عايزه اقول لكم، اهو العصير. هو طبعا لونه فاتح عشان انا ما كنتش مظبطه الكاميرا هنا، بس في الاخر هتشوف الكاميرا اتظبطت هتجيب الالوان صح. هنا نزلت بالدقيق واحده واحده، انا بسرع الفيديو بس علشان خاطر تاخدوا بالكم. نزلت بالدقيق واحده واحده كده وضربته لعند ما وصلت القوام اللي انتوا شفتوه ده. هنا انا معايا الورق بتاع الكوب كيك، ممكن برضو لو ما عندكيش ممكن تستخدمي عادي الزيت او السمنه، تدهني بيه القالب وترشي دقيق عشان ما يلزقش منك. هنا طبعا انا وزعته، كان اخر 5 عندي انا وزعتهم. شايفين الخليط مش متكلف مننا اي حاجة خالص. حاطين بضاية واحدة، حاطين نص كوباية سكر، حاطين نص كوباية سمنة اللي هي الوسط، وكوباية دقيق واحدة، ومعلقة كيك شيف. تمام كده، هو دوت اللي احنا حطيناه هنا بقى. وانت بتملي القوالب بتاع الكب كيك بلاش انت تمليه للاخر، عشان كلنا عارفين طبعا ان هي بتزيد. فلما بتزيد بتتنفخ معانا. هرجع اقول لكم تاني، حط لايك حط لايك حط لايك. هنا بقى سهل جدا ولذيذ الكوك كيك دوت، وهيطلع معاكي هاش وحلو جدا وولادك هيحبوه. انا هنا خلصت اللي انا كنت عاملاه بالورق، بعد كده بدهن اهو زي ما انتم شايفين، جبت سمنه وبدهن بيها او زيت اللي انت عايزاه عندك ادهني بيه مفيش مشاكل. كل الحاجات اللي احنا حاطينها في الكوك كيك دوت حاجات يعني اقتصاديه بسيطه جدا في البيت. البرتقال طالع، هتجيبي طبعا البرتقال من السوق عادي، تبشري برتقالتين او حاجه هتعمليهم برتقالتين، المهم عشان ما نتلخبطش فيه. هتعملي عصير وهتعملي بيه الكوكيك، ولا لبن ولا اي حاجه، بس ضفتي له برضه ضفتي له عناصر غذائيه كتير. ضفت له بيض، وضفنا له الدقيق، ضفنا له عصير برتقال، ضفنا له سمنه، يعني ضفنا له حاجات كويسه اللي هي تفيد ولادنا. هنا برضه انا اللي حطيته كده الكوبايه بتاع الدقيق، شايفين عملت معايا كام واحده كب كيك. هي دي فيها 12، فهي عملت معايا 10 بس ما شاء الله. هنا بدأت ان انا اظبط الكاميرا بقى والالوان بتاعتها. حطيت الكب كيك بحاول اعدل الورق بتاعه، وبعد كده هخبطه مرتين كده، ايوه زي ما انتوا شايفين كده. هتخبطيه عشان يطلع معاكي هش وعشان كله يبقى مساوي. حاولي تسوي بمعلقه ولا حاجه، انا بقيت استسهل واسوي بايدي. هنا بقى سويته. اهم حاجه قبل اي حاجه، شايفين شكله طالع عامل ازاي؟ الفرن بتاعك لازم يبقى سخن، تمام، لازم يبقى سخن علشان خاطر الكيك بتاعك يتنفخ على طول. وما خدش معايا على فكرة 20 دقيقة في الفرن. هنا صوص الكراميل معايا او صوص التوفي زي ما انتوا بتقولوه يعني. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف علشان خاطر لو حد عايز يشوفه ويعمله ويزين بيه. انا جبت كيس هنا. انا في اول حاجة فتحت الكب كيك من النص. باي حاجة عندك، بعود باي حاجة كده افتحيه من النص. وجبت كيس حطيت فيه صوص الكراميل اهو. شايفين انا بنفتحه كده. وبعد كده هنجيب الكيس نربطه وتقصي قصة بسيطة خالص بالمقص عشان يعمل لك يعني زي خرم صغير خالص كده تنزلي منه. وبعد كده هنزين. عندك صوص الشوكولاتة بقى زيني، عندك اي حاجة اللي انت عايزاه حطيه. انا عندي صوص الكراميل ده طعمه جميل وولادي بيحبوه، فانا قلت بقى هستغله هنا علشان يتاكل من الحاجة، ما تقعدش طبعا لما بتقعد تبوظ، والايام اللي احنا فيها دي ما ينفعش ان الواحد يجيب حاجة وتبوظ. عملت كده اهو. هتفتحي بقى قلبها من جوه، بعد كده هتلاقوها مش عايزه اقول لكم. امشي بس على الخطوات دي بالظبط، وامشوا زي ما انا قايله لكم، هتلاقوا بيطلع معاكم هش ولذيذ، وهتشوفوه دلوقتي في اخر الفيديو. ولو بتتابعوا معايا الفيديو اللي عند دلوقتي، اضغطي لايك اضغطي لايك. انا شايفاكي اهو بتشاهدي وما بتضغطيش لايك، هو لايك اللي انت هتضغطيه. اللايك اللي انتوا مش بتضغطوه ده صدقوني ما بيخليش الفيديو يعلى خالص.
بيخلي الفيديو ينزل خالص، ما بيخليش الفيديو يوصل لاي حد ولا اي حد يشوفه. فمش عارفه انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني ليه ما بتحطوش لايك؟ بالعكس انتوا بتحطوا لايك لحاجات تافهه، حاجات ولا ليها اي لازمه خالص. انا بشوف ناس حاطه لها كميات لايك، يعني مليون لايك ومئة الف لايك وخمسمائة الف لايك على حاجات والله العظيم انا نفسي يعني مش ما بحبش ان انا اشوفها ولا اخلي ولادي يشوفوها. انما حاجه مفيده احنا بنعلم بعض، انا بنستفاد منكم وانتوا بتستفادوا مني، فما بتبخلوش عليا باللايك. هنا بقى انا جبت رمان، بقيت احط في كل فتحه اهو رمانيه واحده كده. شايفين لما احش الورق بتاع الكب كيك جميل. طبعا هنا ابني كان حاطط الورقتين في بعض، بس يلا ربنا يعوض عليا. شكلها جميل وخفيفه جدا وهشه. شايفين هشه ازاي؟ ما شاء الله. والصوص ده جميل. زيني بقى زي ما انت عايزة براحتك. انا فتحتها من جوه عشان اوريكم اهو الصوص بتاعها في قلبها كله من جوه. حاجة كده ما شاء الله. زيني بقى بالفراولة، زيني بالكريز، زيني بجوز الهند، اي حاجة عندك، مش لازم تزيني خالص، ممكن تاكليها كده. اتمنى الفيديو يعجبكم، حط لايك.